اكيد كده سمعت عن حاجه اسمها HIIT، وده اختصار لحاجه اسمها High Intensity Interval Training. وده كده مثلا فكرته باختصار ان انت بتأدي جرعات من التدريب بصوره عاليه جدا وبشده عاليه جدا، بس في فترات قصيره. بس قصاد الفترات القصيره اللي انت بتعملها في التمرين دي، انت بتاخد قصادها راحه، وليكن مثلا زيها او اطول منها شويه. وخلي بالك التمرين ده يعتبر وسيله كويسه جدا وفعاله علشان بيحسن عناصر كتيره جدا في صحتك البدنيه. بس احنا بقى جايين النهارده نتكلم عن حاجه مختلفه شويه. جايين النهارده نتكلم كده عن التمرين ده لو انت زودته شويه ممكن يعمل ايه في جسمك، وايه مثلا الحاجات اللي بتخليه مميز قوي كده لدرجه ان في ناس بتسميه الحبايه السحريه بتاعه التمرين، من كتر ما هو هيقدر ان هو يخسسك دهون وهيخلي جسمك كويس جدا. عشان كده بقى احنا النهارده هنتكلم عن الموضوع ده. يلا بينا. زي ما قلنا في بداية الفيديو ان ال HIIT ده يعتبر كده تمرين سحري، وده بيكون عن طريق مثلا ان انت تطلع التريد ميل تجري وليكن 30 ثانية باقصى سرعة عندك او اقصى سبيد، وقصاد ده مثلا تريح دقيقة، وتقعد تكرر بقى الكلام ده حوالي 5 مرات او حاجة. وبعد ما تخلص ال5 مرات دي تاخد فترة راحة، بعد كده تكرر المجموعة دي مرة تانية أو مرتين كمان. فالفكرة إن الآثار الفسيولوجية الإيجابية عن التمرين ده بتتضمن إنها مثلا بتعلي التمثيل الغذائي الناتج بعد التمرين. انت جسمك بعد ما تخلص تمرين بيفضل يحرق في دهون، ودي طبعا حاجة كويسة، وكمان بيحسن الجسم وبيحسن نسبة الجلوكوز في الدم وحساسية الأنسولين. طبعا انت ممكن تحس بنتائج خلال أسابيع، ولما جسمك يتعرض للتدريب ده وبيرفع من مستويات الطاقة عندك، واللي بتتأثر بتذبذب الهرمونات خاصة الكورتيزول. مش فاهم حاجة صح؟ وعشان نبسط الموضوع شوية لازم نعرف ايه هو الكورتيزول ده، لأن ده يعتبر أكتر هرمون جسمك بيفرزه نتيجة التمرين ده. وهنا بقى هنتكلم عن اضرار التمرين ده لو انت زودت منه. الكورتيزول ده يعتبر واحد من ضمن هرمونات كتيره جسمك بينتجها علشان تتعامل مع الاجهاد، وخلال التمرين ده الدماغ بيستشعر الاجهاد وبيتم اطلاق سلسله من الهرمونات بتتضمن الكورتيزول. طبعا لما بيتفرز فده بيحفز حاجه كده اسمها sympathetic nervous system، وده المسؤول ان هو بيرفع معدل النبض وبيزود الميتابوليزم في جسمك شويه، وده المسؤول برضو عن افراز الادرينالين والحاجات دي كلها. الكورتيزول بقى يعتبر مسؤول عن التغيرات الفسيولوجية دي زي الهضم السريع للدهون والكربوهيدرات، وكمان بيعلي سكر الدم علشان يخلي الطاقة دي في حالة استعداد وان انت تستخدمها على طول. وكمان طبعا بيقلل من كفاءة الجهاز المناعي عشان يركز طاقة الجسم على التمرين اللي انت بتعمله. جزء من اللي بيخلي التمرين ده كويس جدا هو الكورتيزول. المشكلة في الكورتيزول ان لما جسمك يفرز كتير منه سواء من الجهد البدني او النفسي، فده بيكون في صورة حرة في مجرى الدم، وبيسبب اعراض جانبية بتأثر على حياتك اليوميه، زي مثلا الاوفر تريننج سيندروم، ودي بتكون لها اسباب فسيولوجيه ولا تتعلق بارتفاع مستوى الكورتيزول. وزي مثلا الاعراض بتاعتها هي اجهاد مزمن وتعب في العضلات، وانك مثلا تلاحظ ان في نقص في القوه وانت بتتمرن، وكمان بيبقى في تغيرات في المزاج، وفي نقص من حيث الدافع البدني والعقلي، ما عندكش موتيفيشن، وفي طبعا تغيرات في النوم وشعور بالقلق. علشان لما جسمك يحصل فيه عدم توازن في الكورتيزول ده، اي حاجه من الاعراض دي ممكن تكون موجوده حتى لو انت ما اتمرنتش كذا يوم. يعني انت كده عايزك تتخيل معايا ان انت خلصت تمرين وريحت يوم ورا التاني ورا التالت، وحاسس ان في حاجه غلط، حاسس ان انت مش قادر وتعبان جدا، كل ده عشان عندك مستوى الكورتيزول زياده جدا في جسمك. الفكره انك لما تكتر من التمرين اللي هي بتاع ال HIIT دي، فده ممكن يعمل تشتت للدماغ، بحيث ان هو مثلا في حاله الراحه وانت قاعد على السرير او بتتفرج على التلفزيون تلاقي جسمك بيفرز كورتيزول بصوره كبيره جدا، وان هو فاكر ان انت دلوقتي في حاله تمرين، فعلشان كده محتاج كميه كورتيزول عاليه جدا علشان يخلي نبضات قلبك تزيد وكل ده يحصل. وهنا بقى بيجي دور الراحه او الريكفري في الموضوع، لان زي ما في حاجه اسمها sympathetic nervous system، في حاجه اسمها parasympathetic nervous system. ده بيكون العكس تماما عن النوع الاول، ده المسؤول ان هو يخلي عدد نبضات قلبك تقل شويه، ويخليك مثلا في حاله راحه، ويخليك ان جسمك يهضم الطعام بصوره كويسه. والراحه بقى بين التدريبات بتاعت ال HIIT دي والايام اللي انت بتاخدها راحه كمان هي المفتاح في انك تشوف اثار ايجابيه من التمرين ده، لانه زي ما في نتائج هيديها لك كويسه جدا، هو ممكن برضو يخلي كل النتائج دي نتائج سلبيه، علشان الكورتيزول في جسمك عالي جدا، فبالتالي انت هتفضل تعبان ومش عارف ايه السبب. بس خلي بالك برضو الريكفري ده مش حاجه بس يعني كده انت ممكن تطبقها، لا انت لازم تهتم بالجوده بتاعت الريكفري ده كمان، عن طريق مثلا النوم الكويس والتغذيه الجيده والترطيب، ان انت تشرب ميه كتير وعصاير، وكمان تعمل تمارين علشان
التأمل والتمرين عشان النفس، والامتناع عن ممارسة التمارين المكثفة لو انت حرفيا مش قادر، لان طبعا النوع ده من التمرين لازم تعمله في خلال يومين او 3 في الاسبوع بالكتير قوي، وطبعا لازم يكون في راحة كافية ما بين كل يوم والتاني. وبكده بقى انت هتضمن ان انت تاخد احسن نتائج من التمرين ده بدون اي مشاكل خالص وبدون اي مشاكل على صحتك نهائي. فخلي بالك اي تمرين انت بتعمله لازم يقابل فترة راحة، علشان جسمك ما بيتحسنش في التمرين، جسمك بيتحسن في فترة الراحة اللي انت بتاخدها. وبس كده بقى احنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناة. اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.